في سؤال تاني بيقول ايه الاضافات اللي متضافه على الكروميوم في الكروماكس؟ هل هي مفيده ولا مضره ولا لازمتها ايه ولا ملهاش لازمه؟ احنا بنقول ان الكروماكس ده عباره عن الكروميوم متضاف عليه الجارسينيا. الجارسينيا دي من الحاجات اللي بتسد الشهيه وبتقلل تحويل الكارب الفات. يعني احنا لو كلنا كربوهيدرات زياده بيبدا الكارب الزياده ده بيتحول لدهون، فبالتالي عمليه تحويل الكارب لدهون بتوقفها الجارسينيا. زائد ان الكروميوم ده بيحسن مقاومه الانسولين وكمان بيحسن الحرق في الجسم. فبالتالي يعني عايزين نقول ان احنا لو خدنا الكروميوم لوحده افضل، ولو خدنا الجارسينيا لوحده افضل، لان الاثنين مع بعض في الكروماكس تركيزهم قليل جدا، فهضطر اخد جرعات كبيره جدا من الكروماكس، ممكن توصل من 6 ل 8 اقراص عشان اوصل لنفس الجرعه اللي انا محتاجها من حوالي 3 4 اقراص بس من الكروميوم. يعني انا لو انا عايز اوصل ل 600 مللي جرام، الكروميوم العادي فيه 200 مللي جرام، فانا ممكن اخد 3 اقراص اوصل ل 600. لكن الكروماكس فيه 35 مللي جرام بس من الكروميوم، فعشان اوصل لل 600 مللي جرام هضرب الجرعه تقريبا في حوالي 20، فبالتالي احنا محتاج اخد 20 قرص عشان اوصل لحوالي 700 مللي جرام، اللي هو تقريبا قد 3 اقراص بس من الكروميوم. فبالتالي الافضل ان انا ما اخدش الكروماكس واخد الكروميوم. برضو لو انا عايز اخد الجارسينيا، في بعض الادويه اللي فيها الجارسينيا بس من غير الكروميوم، ده هيبقى افضل ليا ان انا اخد الجارسينيا بس من غير ما اخد الكروميوم.